النهاردة أنا هعمل حاجة حلوة وسهلة وخفيفة. هعمل رز بلبن جميل جدا. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. ده نوع الرز اللي أنا هستخدمه، رز صيني زي الرز المصري. أنا غسلت كوباية، هنزل بيها في الحلة. هضيف على الرز مية مغلية وارفعها على البوتاجاز تتسلق على درجة حرارة متوسطة لحد ما الرز يتسلق، واضيف اللبن. الرز السلق هستخدم لبن كامل الدسم، 3 كوبايات لبن كامل الدسم. هضيف عليهم كوباية هاف كريم، لو ما عندكيش استخدمي لبن او ضيفي قشطة. ضيفي 4 كوبايات لبن او لتر لبن. هنزل باللبن على الرز بعد ما اتسلق. كوبايتين لبن هدوب فيهم النشا واللبن البودر والكريم شانتيه. كيس كريم شانتيه. هضيف معلقتين كبار نشا. هضيف 4 معالق كبار لبن بودر، بيخلوا طعمه جميل جدا. هضيف رشة فانيليا. هدوب كل المكونات مع بعض وانزل بيهم على الرز باللبن. الرز غلي. هضيف السكر على حسب الاحتياج. شايفة الرز بعد ما شلته من البوتاجاز عمل وش ازاي؟ جميل جدا. احلى رز هتعمليه كريمي كريمة بالظبط، احلى من بتاع المحلات بكتير. شايفة شكله؟ هوزع في الاطباق. شايفة عمل وش ازاي؟ جميل جدا. قبل ما يدخل التلاجة هوزع في الاطباق. حابة تاكليه دافي براحتك، حابة تدخليه التلاجة براحتك. شايفة جماله؟ انا ما دخلتش الرز التلاجة. انا هستخدمه على طول. الرز بلبن بيبقى جميل وهو دافي. حابة تدخليه التلاجة براحتك. هضيف جوز هند او اي مكسرات انت حباها. احلى واطعم والذ رز بلبن هتعمليه في البيت جميل جدا. شايفة الرز كريم ازاي؟ جميل جدا، طعمه وهم. احلى رز هتعمليه. وانا عجبك الفيديو لايك وشير، اكتبي لي كومنت. اللي ما عملش فولو اعمله فولو علشان يوصلك شعار باي فيديو جديد ينزل. تابعينا على قناة اليوتيوب مطبخ مرمر. فعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفك في فيديو جديد.